بلدي طنطا، مين اللي قال أونطة؟ دول ناس مفهومش غلطة، شلة سيد يا بدوي. أبوي على الصعيدة كرمة ومحبة زايدة، وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي. يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي، بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي، وانا نفسي اروح بلدي، بلدي يا بلدي وانا نفسي اروح بلدي. امبابة منيب وشبرا ازهر وحسين تقول ايه اول ما وصلت ارض مصر؟ الحمد لله على سلامة الوصول، وطبعا بهنئ مصر كلها بالنتائج الهائلة اللي حصل عليها مصر. حصلنا على 12 ميدالية، 6 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، والحمد لله. نبارك للاتحاد المصري للكاراتيه واتمنى التوفيق والنجاح دايما، ويا رب دايما في تفاصيل. بس الحكام برضه ان شاء الله. وطبعا ببارك للحكام اللي حصلوا على درجه افريقيه، وكان حاجه شيء مشرف جدا يعني. 8 حكام والحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله، شكرا جزيلا ليك. شكرا. ياما شفت كتير يا بلدي، كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي. وخلاص روحت بلدي، بلدي يا بلدي، وخلاص روحت بلدي، بلدي يا بلدي، وخلاص روحت بلدي. عليك كابتن سيد، الف الحمد لله على السلامه. تقول ايه بعد ما وصلت مصر وتتكلم وتقول لنا ايه على الدوره الافريقيه؟ الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا جبنا البيت الجماعي، عودتنا على مدينه الفني. كانت بطوله قويه، حاولت التحكيم فيها مش قوي يعني، مش فير. ماتش سيمي فاينال ظبط على الجزائر شويه يعني في اخر ماتش. الحكام كسبوا له بونت كده ما جاش يعني، فالحمد لله ربنا كرمنا بدايه الجماعي ودفع عوضها بالبرونزيه بتاعت كابتن. ربنا يا رب يوفقك دايما، والف الحمد لله على السلامه. شكرا ليك كابتن محمد وعلى تعبك يعني. لا شكرا لك ان شاء الله. دول الحمد لله على السلامه، وتكلمنا عن الدوره ويعني الانجاز اللي انت حققته. الله يسلمك وربنا يبارك فيك، والحمد لله ربنا كرمنا ذهبيه في جماعي. الحمد لله انا كنت مصر الجماعي، ربنا كرمنا كل الماتشات كسبناهم 3-0. فرق قويه جدا، نيجيريا، الكونغو، لعبنا فاينل الكونغو فاينل. الجزائر الحمد لله اصلا ما تاهلتش حتى للنهائي. ربنا كرمنا في كل الماتشات سكورات ما شاء الله يعني، حتى احنا الخمس لعيبه ما يتخروش عن بعض. كنا بننزل اي تشكيل وكنا بنثبت التشكيل. طبعا
ورغم ان التحكيم كان ضدنا في حاجات كتير جدا، لكن الحمد لله المصريين في كل مكان ثابتين نفسهم. الحمد لله احنا ابطال العالم، متسيدين افريقيا، متسيدين العرب، وده الطبيعي. شكوى متكرره موضوع التحكيم ده برضه نفس لا التحكيم فعلا اقتصاد غير عادي. الناس مش قادره تتوقع ان احنا اقوياء عليه، بس الحمد لله يعني ربنا بيكرم اللي بيتعب. انت عارف قد ايه احنا بنتعب، وانت حضرت مرات المنتخب ومحدش في الدنيا بيتمرن زينا، والحمد لله ربنا بيكرم كل واحد مجتهد. يا رب دايما. الحمد لله، والف مبروك وعقبال الناشئين بتوعنا ان شاء الله. يا رب دايما من انجاز لانجاز، والف مليون حمد لله على السلامه. السلام عليكم كابتن هاني، الف حمد لله على السلامه لوصولك مصر بعد دوره الالعاب الافريقيه. كلمنا عن الدوره واللي كان فيها. والله الدوره كانت قويه جدا طبعا. بطوله افريقيا طبعا بطوله افريقيا طبعا بطوله قويه، بس طبعا دي اقوى بحيث ان طبعا كل الالعاب اللي شارك فيها عشان دي دوره فبتبقى مهمه جدا. فالبطوله كانت طبعا قويه جدا، بس الحمد لله رب العالمين منتخب مصر مشهور طبعا واقوى ويقدر يتحمل اي مسؤوليه، والحمد لله رب العالمين كانت اقوى من البطوله. ويعني بغض النظر عن الظلم والتحكيم والضغوط دي كلها جبنا برضه اول ترتيب عام، والحمد لله رب العالمين كان شكلنا مختلف جدا عن كل الدول، وربنا الحمد لله كرمنا بمجهودنا وتعبنا اللي تعبناه، والحمد لله رب العالمين يعني. يا رب دايما من نجاح لنجاح ومن انجاز لانجاز، والف مليون حمد لله على السلامه. خليك يا رب وشكرا جدا، والحمد لله رب العالمين بديلات دي طبعا بهديها لكل مصر وكل الناس اللي بتدعي لنا، والحمد لله رب العالمين مش مجهودنا احنا بس، مجهودنا وتعب الناس ودعوات الناس لينا، فعشان كده الحمد لله ربنا كرمنا. شكرا جزيلا ليك. الحمد لله شكرا. عارفة قبله أبقى مين، أبقى كلمة كل عصر، اسمي إيه وبكل فخر، اسمي أعظم اسمي مصر.